ودلوقتي ناخدكم في جولة سريعة من أخبار التلكو الفترة اللي فاتت. أول خبر هيكون من الأردن، واللي أصبحت أول دولة عربية خارج منطقة الخليج تعلن عن تحولها لل 5G نتوركس بالتعاون مع شركة إريكسون. الشراكة اللي هتكون ما بين شركة أمنية الأردنية وشركة إريكسون هتمتد لأكتر من مرحلة. هتقوم فيها إريكسون بإطلاق ال 5G في أول مرحلة، وبعد كده شركة أمنية هتكمل بقية المراحل في بقية المحافظات بالأردن. وده تم بعد ما شركة أمنية حصلت مؤخرا على رخصة الجيل الخامس، بالإضافة للفريكونسي ألوكيشنز من هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية. والخبر التاني هيكون من اورنج اللي اعلنت عن الكوميرشال لانش لل 5G ستاند الون كور عشان تنضم وتكون اخر اوبريتور من 38 اوبريتورز حوالين العالم اللي اعلنوا عن ال 5G ستاند الون في خلال السنتين اللي فاتوا. اطلاق اورنج لل 5G تم بالتعاون مع اريكسون، لكن ما كانش في فرنسا زي ما هو متوقع. اورنج اختارت اسبانيا عشان تكون اول بلد واول ماركت تطلق فيه ال 5G ستاند الون، وهتتعاون برضه مع اريكسون عشان تعمل رول اوت في بقيه الماركتس التانية اللي هي موجوده فيها زي بلجيكا ولوكسمبورغ وبولندا، في حين انها هتتعاون مع نوكيا عشان تطلق ال 5G ستاند الون في فرنسا وسلوفاكيا. الجدير بالذكر ان اورنج وحدت استخدام السيجنالينج اند راوتنج لل 5G كور، واختارت شركة أوريكل في كل الماركتس اللي هي موجودة فيها في أوروبا. عامة يعني أغلب التوقعات رايحة إن في تباطؤ هيحصل من جانب الأوبريتورز في اتجاههم وإطلاقهم لل 5G ستاند الون، وإن في حالة من إعادة تقييم الموضوع من تاني في ظل عدم اكتمال الإيكو سيستم اللي بتدعم ال 5G ستاند الون زي أجهزة الموبايل أو تطبيقات ال 5G نفسها. وعلى الناحية التانية هنلاقي إن فودافون بتواصل إعادة الهيكلة المستمرة اللي بقالها فترة كبيرة، اللي بتتم يا إما عن طريق التخارج من ماركتس في أفريقيا وأوروبا، أو دمج أنشطتها مع أوبريتورز تانيين، أو بيع حصة من أسهمها. في الجزء الأخير ده بالذات يمكن يكون أبرز مشتري لأسهم فودافون اتصالات جروب، أو ما يعرف حاليا بإي أند، بحيث إن إي أند كانت اشترت 9.8 من أسهم فودافون في مايو 2022 بمبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي، لكن جت ورفعت أسهمها ل 11% وبعدين ل 12% في ديسمبر 2022 ويناير 2023 على الترتيب. يعني بنتكلم من حوالي شهر بالظبط. الفكرة بقى إن اتصالات برضو جت الشهر دوت ورفعت حصتها للمرة الثالثة ل 13% في فودافون. أغلب التوقعات رايحة إن اتصالات بتحاول تدخل في السوق الأوروبي وتاخد حصة من ماركت شير السيرفيسز هناك عن طريق بوابة فودافون، خصوصا بعد ما اتصالات استحوذت على 57% من أسهم ستارز بلاي أريبيا المتخصصة في الفيديو ستريمينج. التوقع الثاني إن اتصالات حاطة عينيها على فوداكوم الجنوب أفريقية، واللي فودافون بتمتلك 60% من أسهمها في بورصة جوهانسبرغ، وموجودة في بلاد زي تنزانيا والكونغو وجنوب أفريقيا ومؤخرا مصر، بعد ما فودافون جروب باعت أسهمها ليها. وبالتالي فاتصالات ممكن تكون شايفاها فرصة كويسة عشان توسع نشاطاتها في أفريقيا. آخر خبر في السكشن ده هيكون من فودافون وأورنج ودويش تيليكوم وتليفونيكا الأربعة مع بعض. الأربعة أوبريتورز الكبار دول في أوروبا أعلنوا عن تأسيس شركة جديدة بيمتلك كل واحد فيهم 25% من أسهمها. الشركة الجديدة هيكون مجال شغلها الرئيسي هي الإعلانات أو الأدتك، أو بمعنى آخر إزاي المعلنين يقدروا يستخدموا التكنولوجي والديتا الموجودة عند الأوبريتورز في تحسين تجربة الإعلانات للإند يوزرز. الفكرة هنا إن الأربعة أوبريتورز اللي بيغطوا تقريبا كل الماركتس في أوروبا هيبدأوا يعملوا حاجة اسمها سكيور توكن لكل سبسكرايبر موجود عندهم في النتورك، بناء على رقم موبايله أو اشتراك الإنترنت الخاص بيه. والتوكن ده بيعمل تراك لأنواع الويب سايتس اللي بيزورها اليوزر وبيجمعهم تحت تصنيفات معينة، زي مثلا تصنيفات مواقع الكورة أو الشوبينج أو الأخبار. وبالتالي بيبقى سهل على المعلنين إن هم يتارجتوا اليوزر بإعلانات تهمه بناء على البروفايل بتاعه. الفكرة دي بالمناسبة قديمة وعملتها فيرايزون قبل كده في أمريكا تحت اسم سوبر كوكيز من فترة، لكن ساعتها كانت بتعمل تراك لليوزرز بتوعها من غير موافقتهم. ده طبعا قبل ما تتدخل الاف سي سي وتجبر فيرايزون ان هم يطلبوا موافقه اليوزر الاول قبل ما يعملوا الكروس سايت تراكنج ده. الشركه الجديده اللي هيعملها الاربعه اوبريتورز هتبقى شغاله بنفس البيزنس موديل، لكن في اختلافين اساسيين. اول اختلاف فيهم ان موافقه اليوزرز على اشتراكهم في الخدمه هيبقى شرط اساسي لمشاركه التوكن بتاعه مع المعلنين. ده طبعا بعد ما تشيل اي بيانات شخصيه او ماليه عن اليوزر. الحاجة التانية إنها هتدّي لليوزر بورتال يقدر يعرف من خلاله مين من المعلنين شاف الdigital ID أو الsecure token بتاعه، ويقدروا في أي وقت ينسحبوا من الكامبين ويوقفوا الtracking ده لو الإعلانات زادت عن حدّها. ده طبعًا جاي عشان يتوافق مع معايير وقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال الdata privacy.
عامة يعني إعلان المعلنين للأوبريتورز بيجي كمحاولة منهم للتغلب على القيود اللي بقت مفروضة عليهم من شركات تصنيع الموبايل زي أبل. أبل زي ما انتوا عارفين وقفت أي مشاركة للبيانات أو الادفرتايزنج اي ديز لمستخدمي الآيفون مع المعلنين، وده بالتالي عمل ليميت لإمكانية تتبع اهتمامات المستخدمين أو تصنيفها، وده أدى لخسائر ضخمة جدا لصناعة الإعلانات. ومن ناحية تانية فالأوبريتورز شايفينها فرصة ما تتعوضش إن هم يدخلوا في مجال كبير زي الإعلانات يقدر يعمل لهم ريفينيو ستريم جديد، خاصة مع تضاؤل الريفينيو اللي جاي من الكونكتيفيتي والترانسبورت موديلز. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واللي احنا حقيقي بنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. استنونا في حلقتنا الجاية ان شاء الله، وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل الابديتس الجديدة من تيلكو بايتس بالعربي. ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من أجل تحسين وتطوير البودكاست، ونتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام.